نجاحك في دراستك في وظيفتك لا يعني نجاحك في الحياة. فأحيانا أنت تكون ناجح في دراستك ومتفوق في الدراسة ومتفوق في كل شيء، في كل عمل تعمل تدخل فيه أنت متفوق فيه، لكنك تطلع فاشل من الدرجة الأولى في حياتك الاجتماعية. تلقى ما عندك أي علاقات، علاقاتك مع الناس مبنية إلى حد معين، يعني ممكن تخرب في أي لحظة مع الناس. علاقاتك مع أطفالك ممكن تكون يعني غير ناجحة. علاقاتك مع أهلك، علاقاتك مع بيتك، ممكن أنت تكون ناجح في التعليم، ناجح في الدراسة، لكنك تكون فاشل من الدرجة الأولى في حياتك الاجتماعية. وفشل الحياة الاجتماعية أشد وأسوأ من الفشل في الحياة الدراسية. والشخص الموفق هو الشخص الذي ينجح في الحياة الدراسية والحياة الاجتماعية والحياة الدينية. طبعا الحياة الدينية وعلاقتك مع الله سبحانه وتعالى هي أساس النجاح في كل شيء. إذا أصلحت علاقتك مع الله سبحانه وتعالى فعلاقتك الاجتماعية راح تكون تمام، علاقاتك التعليمية راح تكون تمام، حياتك كلها راح تستقيم.